العلماء اكتشفوا مؤخرا ان كورونا مش مرض مميت، وال 15 مليون واحد اللي ماتوا نسبة كبيرة منهم ما كانتش بسبب. وده اللي خلى شركات الأدوية تخصص مليارات الدولارات في الأبحاث بتاعتها عشان توصل لإجابة السؤال ده. وبعدها وصلوا لمعلومة خطيرة جدا، إن أي نقص في الفيتامينات اللي بيحتاجها جسمك بيوصلك لحاجة من اتنين. أول حاجة إن الأنسجة والخلايا بتبدأ تضعف، تاني حاجة إن جسمك بيستقبل الأمراض بسهولة لأن وقتها مناعتك بتكون ضعيفة. وده ببساطة لأن الجيل بتاعنا هو أكتر جيل عنده مشاكل في التغذية بسبب إن الأكل أغلبه مضروب كيماوي وفاقد جزء كبير جدا من القيمة الغذائية بتاعته. وانا ككريم شخصيا ما بحبش اتعب كتير، فبدور على الحلول العمليه والمنجزه اللي تحافظ على صحتي. فحاجه اساسيه من حياتي ان انا لازم اخد مالتي فيتامينز. ومن يجي اكتر من 8 شهور واحد صاحبي بعت لي ده فيتانيشن من اورجانيك نيشن. تخيل اكتر من 8 شهور ما رضيتش اعمل ريفيو للبرودكت لحد ما اتاكد بنفسي انه 100. جربته ومستمر عليه بقالي فتره، ولما سالت الناس المتخصصه عليه قالوا لي على ميزه فيه قويه قوي مش موجوده في اغلب المالتي فيتامينز التانيه، وهي انه كوتد تابلتس مش كبسول. فده مش بيتعب المعده خالص لو انت معدتك حساسه، وفي نفس الوقت بيخلي استفاده الجسم من الفيتامينات والمعادن اكتر، وفي نفس الوقت سعره في المتناول. ولو رحت اشتريته اونلاين في خلال الاسبوع ده هتاخد ديسكاونت كمان لو استخدمت كود KH10. وانا في وجهه نظري ككريم اسوأ حاجه الشخص ممكن يعملها في حياته ان هو يستخسر في صحته، فعلى قد ما تقدر استثمر في صحتك. انا كريم حنفي، سلام.